تنبيه مهم جدا، قبل فترة نزلت لكم مقطع وقلت لكم انه عندي حساب انسرق، وحذرت الشخص اللي سرقه وما رضيت اعطيكم اسمه، والى الان صار لي 4 شهور من لما انسرق حسابي، وكنت ساكت لانه الشخص اللي سرقه وعدني رح يرجع لكنه كذاب. واليوم اكتشفت انه نفس الشخص ينتحل شخصيتي في التليجرام وفي اكثر من منصة، وياخذ تسجيلات من قناتي عشان ينصب على الناس ويطلب منهم حساباتهم. اسم الشخص صدامكو، صاحب متجر معروف، وكل الحسابات المسروقة باسمي معروضة في متجره، وهذه اول مرة اذكر اسمه عشان احذركم منه. انا مستحيل اتواصل مع اي شخص او اطلب منه بيانات او حساب، ولا تصدقوا اي تسجيل حتى لو بصوتي. هم ياخذوا تسجيلات صوتية من قنواتي ويرسلوا لكم كأنهم انا. نزلت صورته وبنشر معلوماته وكل التفاصيل في قناتي على الواتس، ورابط القناة موجود بالوصف، وبنرفع عليه قضية للجهات المعنية. بريت ذمتي وانشروا المقطع للناس عشان تنتبه. حسبي الله عليه، وان شاء الله ربي بياخذ الحق. بعيدا عن كل الخلافات، اشتي من الكل ينزلوا على موضوع المتاجر النصابة ونحذر الناس، وراح انزل لكم اسماء جميع المتاجر النصابة في قناة الواتس. وتحياتي لكم، سلام.